المياه والغابات، جميع المتدخلين في الحركيه ديال هذا الموضوع هذا ديال الفحم. نقول لهم واحد ايكو سيستيم باش ان شاء الله تولي حرفه. هضرت عن الاستدامه، شنو هي الاستدامه؟ هي خلق اليوم العالمي، تخليد اليوم العالمي للبيئة بجامعة الكردان التي تحتضنها لأول مرة هذه المبادرة. واليوم يعني كمشاركين وكفاعلين جمعويين اليوم يعني كنتمنوا هذه المبادرة وهذه المجهودات في يعني تشجير مدارس ديال المنطقة. وهذه رسالة إلى جميع الأطر التربوية والمديرين وكل من يتكلف يعني بالشأن التربوي بأن اليوم الموضوع ديال البيئة أصبح موضوعا يعني مهمة جدا، لا من الناحية الدستورية الفصل 31 الذي ينص على أن البيئة تعتبر من الأولويات، كذلك خطابات جلالة الملك في مجموعة من المواضيع اللي كتأكد بأن اليوم البيئة هي تنمية وليست قضية وجود. هذا هو اللي نقدر نقول من ناحية يعني كفاعل جمعوي. اليوم نحن نتمين كذلك هذه المبادرة اللي جاءت من طرف جهة سوس مسا، ولكن للأسف الشديد اليوم الكردان يعاني من شح المياه وندرة المياه ومجموعة من المشاكل الأخرى التي تمس بالبيئة. وانا يعني انا ضم صوتنا الى صوت المسؤولين بالمنطقه اللي كيدافعوا بشراسه باش ان يعني مشاريع مثل مشاريع تحليه مياه البحر وكذلك اعاده تدوير المياه العادمه ان تدخل المنطقه وانقاذ ما يمكن انقاذه، والا فان الكردان سيعتبر من الاماكن اللي صراحه شبه صحراويه. وهذا هي الرساله ديالنا، ونتمنى ان هذه الرساله تكون تاخذ بعين الاعتبار وتكون اولى من اولويات هو تحليه مياه البحر حتى تعود الحياه لمدينه الكردان. وشكر الجزيل لكل يعني من يساهم ويترافع ويدافع من موقعه باش ان هذا المشروع يخرج للارض الوجود من اجل ان السلم الاجتماعي داخل المنطقه، ومن اجل ان الكردان يرجع الحيويه ديالو ويرجع رائدا كما كان رائدا في يعني انتاج مجموعه من المنتوجات اللي معروف بهم على الصعيد الدولي. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.